بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين واخواتي وحبايبي. يا رب ينعاد عليكم بالخير والرزق والبركه يا رب كلكم، ويسعد قلوبكم ويدخل رمضان عليكم بالخير عليكم والرزق عليكم وعلى اولادكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض طعميه بالفول الاخضر والفول الحياتي ان شاء الله. دي انا صراحه اول مره اجربها. معانا ده كيلو فول مقشرات ومغسول طبعا اهو، وراس توم صغيره كده، بصلايه مقطعاها، بصلايه خضراء، حرف شطه، وهنحط معاه ملح طبعا. انا ما هحطش الكزبره دلوقتي، كزبره مش هحطها دلوقتي، ما تعمليش ضلك عشان تسمع ضلك باين على حاجه ثانيه. كزبره خضراء، كزبره خضراء حلوه كده طبعا. هقطعها الاول غسلاها ومنشفاها. كزبره بس ما بحبش طعميه. الشبت لا، الشبت عارفه السبانخ، البيضه، المحشي. نقطع الشبت كده مش كده كده مفرومه نعمها كده اهي. بدأت تنعم اهي، نكملها بقى كده. خلاص يا حبايبي اهو الطعميه خلصت كده، الطعميه خلصت. تقريبا هنحط لها معلقه كزبره. والتوابل بقى لما تيجي تعمليها، عشان التوابل تبقي تحطي اللي انت عايزاه. تحطي بقى بيضه، تحطي التوابل اللي انت عايزاها. في ناس بتحب تحط لها كمون. انا عن نفسي باجي اعملها بحط رشيف خضرا جميله زي الكزبره، مخليها جميله ما شاء الله. والله كمان يمكن التصوير مش قد كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم تفتح في التلاجة، لو انت عايزه تعملي منها في ساعتها تفتح في التلاجة شويه. باجي اعملها بقى، بحط لها ريحه فلفل اسود، واحط لها اللهم صل على النبي بيضه وبصلايه صغيره بخرطها عليها، بيديها طعم حلو جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير والرزق والبركه يا رب. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم، وربنا يكرمكم جميعا. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.